السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى يا حبايب قلبي، بقى قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ام حنين يا حبايب قلبي. انا عايزة بقى الفيديو ده ياخد لايكات كتير 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 كتير، ويتشير كتير كتير كتير، عشان الفيديو ده كان جميل جميل. وبصراحة الواحد قضى يومين جمال جدا جدا، كان نفسي اطلعهم من زمان واخرجوا من زمان وكده. حبايب قلبي وحشتوني. اللي يعرف بقى الطريق ده يا جماعة وعارف بقى احنا فين يقول لي، يبعت لي كده ويقول لي دي بقى هني بلد او الطريق ده طريق ايه. اعرف بقى يعني ايه، اشوف انتوا بقى ايه يعني ايه مع ام حنين بقى ولا لا يا حبايب قلبي. نصلي على النبي بقى. وانا دلوقتي يا جماعه، انا ووالدتي وعيالي والاسره الكريمه بتاعتنا كنا كلنا رحنا نصيفوا، قعدنا يومين نصيفوا، بس كانوا يومين جمال جمال جمال. ايه رأيكم يا جماعة في الجو الجميل اللي احنا فيه؟ بصراحة احنا كنا رايحين دلوقتي البحر. كانوا عيالي وكده قدام، وانا ووالدتي عشان والدتي يعني بتمشي بالراحة، انا كنت واخداها في ايديا وماشيين واحدة واحدة. كنا دلوقتي رايحين على طريقنا للبحر. الجو بصراحة تحفة جميل، وكانوا يومين جمال، والمصيف جميل والمية جميل. عايزاكم بقى تبعتولي وتقولوا لي اهل بلد دي وانا كنت فين والشارع ده شارع ايه. اللي يعرف بقى يعرفني يا حبايب قلبي. بصوا بقى، قابلنا بقى البطيخ، وقابلنا التين الشوكي، وقابلنا بصوا حاجات كتير. يعني الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده مليان من كل حاجة يا جماعة. وهوريكم دلوقتي بقى محلات عيش، مخبوزات، وسوبر ماركت، وخضار وفواكه، في كل حاجة تخطر على بالكم يعني. فطول ما احنا ماشيين كده كنا عمالين بقى عايزين ده باي باي، بيعمل باي باي يعني ايه. كنا ماشيين بقى عمالين بقى نجيبوا ده ونشتروا ده حاجات دي واحنا رايحين البحر يعني. فحبيت ان انا اصور معاكم واوريكم المناظر الجميله دي يا جماعه. آه اللي ما صيفش يروح يصيف بقى، الجو نار 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 يعني. ده محل بقى ايه بقى، ده بيبيع فاكهه وبيبيع خضار وسوبر ماركت. فدخلنا بقى نجيبوا حاجه ساقعه من المحل علشان ناخدوها معانا البحر واحنا ماشيين وكده. فدخلت دلوقتي اجيب لهم بقى حاجه ساقعه قبل ما نروح البحر، لان هنعدوا الطريق مش هنعرفوا نجيبوا حاجه يعني. لحد دلوقتي يا جماعه انا عايزه اعرف ايه، قولولي انا فين، ام حنين راحت صيفت فين. فجبت بقى ازازه ميريندا برتقان، وهجيب لهم ازازه ميريندا تفاح، ان الجو كان حر والواحد بقى ايه بيبقى قاعد عطشان وكده. وكنا واخدين بقى معانا الشاي ومعانا التسالي بتاعتنا وكده، بس الاكل كان في الشقه يعني. مرضيناش ناخدوه على البحر عشان خاطر ايه الرمل والبهدله وكده. قلنا ساعه الاكل على طول يتسخن ويتجاب ايه على طول يعني. شوفوا يا جماعه الشوارع الجميله، الجو الجميل، الهواء الصافي، الهواء النظيف، تشمي كده هوا نضيف كده، والجو تحفة بالليل وبالنهار، الجو تحفة بصراحة. اظن انتوا دلوقتي يا جماعة انتوا مشتاقين اقول لكم انا رحت صيفت فين. برضو لسه لحد دلوقتي ما تعرفوش يعني الاجواء اللي احنا فيها ديت ايه، او ده شارع ايه. هقول لكم بس في الاخر لما اشوف انتوا تعرفوا لوحدكم ولا لا. المهم بقى ايه، انا عايزه لايكات كتير للفيديو، عايزه الفيديو ده يتشير كتير كتير ولايكات كتير. واللي مشتركش في القناه يشترك يا جماعه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات ام حنين. هعمل لكم حاجات كتير وهنزل لكم حاجات كتير وهتستفادوا من الفيديوهات كتير كتير كتير. بس انا حبيت ان انا اشارككم في كل حاجه، مع يعني نشاركوا بعض في كل حاجه. حبيت ان انا اصور معاكم وانا رايحه البحر، اشجع اللي ما راحش. شوفوا يا جماعه العيش ده، مخبز العيش اللي هو الرغيف بجنيه والرغيف ب2 جنيه، وده بتاع فراخ اهوت فرارجي ماشي. بصراحة الشارع اللي احنا قاعدين فيه ده هي مش شقتنا يا جماعة يعني، دي مش شقتنا، احنا كنا واخدينها بس مؤقت عبال ايه اليومين اللي احنا رايحين نسيفوا فيهم وكده. بس الشارع ما شاء الله فيه كل حاجة. ده البحر بقى يا جماعة، الشط جميل جدا والمية كانت جميلة. بس ايه بقى، يعني يوم الخميس كان الجو هادي كده وحلو. يوم الجمعة بقى عشان في ناس بتيجي يوم كده يوم جمعة وبتخطف رجلها كده تصيف وتمشي تاني على طول، الدنيا كانت زحمة. فاحنا المقطع ده كان يوم جمعة،
كانت الدنيا زحمه. كنا يوم جمعه، في مقطع جاي هوريهولكوا، ده كنا يوم الخميس. احنا رحنا سافرنا خميس وجمعه، يعني احنا سافرنا الاربع بالليل، وصلنا يوم الخميس الفجر، ومشينا يوم الجمعه الفجر صباحيه السبت يعني. بس قعدنا يومين حلوين جدا، ما طلعناش من الميه. العيال فرحوا وانا الحمد لله، يعني يومين عدوا على خير. واهم حاجه ان احنا كلنا اتبسطنا والعيال اتبسطوا، كلنا اتبسطنا. كانوا يومين حلوين بصراحه، اتمتعنا فيهم بصراحه. لان من زمان احنا ما رحناش مصيف، من زمان يعني بقالنا كام سنه احنا ما صيفناش وكده، فحبيت اعوض. نبصوا بقى القعده دي، كنا احنا يوم الخميس، احنا نزلنا البحر خميس وجمعة. القعدة دي كنا احنا الخميس بقى واخدين ترمس الشاي معانا، واخدين كوباياتنا، واخدين اللب بتاعنا والتسالي بتاعتنا، واخدين كل حاجة معانا عشان ما نجيبوش حاجة من على الشط، لان الحاجة بتبقى غالية. فواخدين حاجتنا كلها بقى ايه بصراحة معانا. حتى الاكل والشرب بنطبخه في الشقة اللي احنا قاعدين فيها، وبناكله في شقتنا في الشقة قبل ما ننزله، او ممكن اروح اجيب الاكل وهم قاعدين على البحر، اجيب الاكل اوديه لهم وناكله. انا بقى وانا كنت رايحة اجيب الغدا، لقيت بقى الناس عماله بتطبل وتزمر ومش عارفه ايه وكده. طلعت بصيت انا وبنتي، لقيت المنظر حلو، حبيت ان انا اصورهم واوريهم لكم برضو. وبرضو لحد دلوقتي احنا ما عرفناش احنا كنا فين. ده شارع ايه يا جماعه؟ ده شارع ايه؟ بصوا الشارع ده حلو جدا، معروف في المكان اللي انا روحته. ولا ريحكم واقول لكم انا فين وخلاص؟ بصوا بقى يا جماعه، ده شارع خالد. ده شارع خالد في اسكندرية. احنا قاعدين في شارع خالد. المنطقة جميلة، السوق جميل، كل حاجة تحتينا، كل حاجة قريبة مننا، البحر قريب مننا. يعني بالليل لحد اذان الفجر سهرانين، والناس فاتحة والناس رايحة والناس جاية. البياعين من تحت رايحين جايين ينادوا على الخضار وينادوا على الفاكهة وينادوا على كل حاجة. الشارع بصراحة جميل جميل. دول بقى ناس بتطبل وبتزمر وكده، عاملين يعني جو حلو في الشارع. العمارة اللي احنا كنا فيها دي كلها ما فيهاش اساسا اسكندرانية، ده كلها ناس اللي جاي من ليبيا واللي جاي مش عارفة منين ومنين ومنين، يعني برا مصر اصلا، من برا مصر. فدولت ايه بيمشوا كده في الشارع بيطبلوا ويزمروا، ده بيحدف لهم فلوس، ده يحدف لهم حاجة ويقعدوا يغنوا باساميهم وكده يعني. فانا حبيت ان انا اصور لكم برضو ايه المقطع ده، كان حلو، انا عجبني فقلت اصوره لحبايبي طبعا، وايه واوريكم المقطع ده حلو يعني. فشارع خالد يا جماعه، احنا كنا في شارع خالد، البحر على اليمين والبحر على الشمال. الشارع جميل، فيه محلات كتير زي انتم ما شفتوا في الاول، كان حلو جدا يعني. ودي ناس بتبيع بقى اطباق وكوبايات وحاجات من دي، يعني تستمتعي طول ما انت ماشيه. زي ما قلت لكم احنا بقالنا حوالي 3 4 سنين ما رحناش مصيف. كل سنه بتحصل ظرف، بيحصل ظرف كده، فما رحناش مصيف. فانا قلت لهم ايه لا بقى يعني، وده بتاع خضار واقف اهو بتروسيكل تحت العماره، معاه بطاطا ومعاه بطاطس وطماطم وفاكهه وحاجات من دي. معلش يا جماعه الصوره بتتهز ايه بعض الاوقات كده، معلش. بس فايه قلنا بقى نروح يومين كده نفك عن نفسنا. الواحد اتخنق من كتر اللي بيبات فيه بيصبح فيه، واللي بيصبح فيه بيبات فيه. فقلنا نفك يومين بس الحمد لله. وده مخبز اهو يا جماعه تحتينا، يعني الشارع ده فيه كام مخبز. ده شارع خالد اهوت، يعني انا بنقف في البلكونه شارع خالد قدامنا اهوت يا حبايبي. ماشي. بصراحة الفسحة كانت جميلة. انا بقى دولت برضو كان يوم الخميس قاعدين بقى كده، يوم الخميس بقى بيصوروا بقى، وما كانوش لسه نزلنا البحر، ما كناش احنا لسه نزلنا البحر. البحر قدامكم شوفوا كان هادي يوم الخميس، البحر ما كانش فيه زحمة كتير، كان الجو جميل والجو هادي وجميل. هو يوم الجمعة اللي كان زحمة، لان في ناس بتيجي يوم كده وبتسافر تاني على طول يا جماعة. بس بصراحة كانت فسحة جميلة، اتمتعنا فيها. ويا ريت الفيديو كان يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.